الغدة زي المصنع بتنتج هرمونين تي 3 وتي 4. طب مين اللي بيتحكم في الغدة الدرقية دي؟ غدة من المخ اسمها الغدة النخامية البيتيوتري جلاند. يبقى الغدة الدرقية اللي بيتحكم فيها من المخ حاجة اسمها بيتيوتري جلاند عن طريق هرمون اسمه تي اس اتش. يبقى الغدة النخامية هي اللي بتدي اوامر للغدة الدرقية انها تفرز هرمونات عن طريق انها بتزود الهرمون بتاع التي اس اتش. يبقى هرمون الاوامر التي اس اتش اللي جاي من المخ. طيب ليه انا بشرح لكم الجزء ده؟ علشان ابقى انا فاهم هل الغده عندي نقص في افراز الغده نفسها ما بتفرز، ولا الاوامر اللي جايه في المخ ما بتفرز. المشكله في هرمون التي اس اتش اللي هو بتاع الغده نفسه، ولا الاوامر اللي هو جايه من المخ اللي هو تي اس اتش. لازم افهم النقص او الزياده دي نتيجه مشاكل هنا ولا مشاكل هنا. طيب انا شاكك ان انا عندي مشكله في الغده، اعمل تحليل ايه بالظبط؟ اسمه اسمه فري تي 3 فري تي 4 والتي اس اتش. ما بعملش التوتال، الفري ادق. الناس اللي بتقول لي في معمل يقول لي فري ولا توتال، لا اعمل الفري لان الفري ادق. بعمل تي اس اتش فري تي 3 فري تي 4.